اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا أحد، ونجنا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم دبر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارحم موتانا واشف مرضانا، ولا تجعل راحتنا ولا سعادتنا بيد أحد سواك. عسلامة، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. هذا المرقاز شريته من جربة، وهذه اول مرة بصراحة نشري مرقاز شايح، اول مرة باش نجربه هاني معاكم. المهم اليوم باش نعملوا عجة بالمرقاز. نشعلوا على الغاز. اعملي مريم، توا مريم هي باش تعاوني انا نصور. حطي مرقة مرقة زيدي مغرفة هذا. زيد سيبا هو حركي هذا. واعمل شوية هريسة. هذه الأكلة اسمها عجة بالمرقاز، باش كان حد يتفرج عليها من دولة أخرى مش من تونس، من دولة عربية أخرى، يعرفش معناها عجة بالمرقاز. هي أكلة بسيطة على الآخر وسهلة على الآخر وفيسع الطيب. بالنسبة لتونس من الشمال أقصى الجنوب يعرفوش معناها عجة بالمرقاز، الناس الكل تعملها والناس الكل طيبها. وهي بصراحة بنينة على الآخر، صحيح أكلة سريعة وفي ساعتين لكن بنينة على الآخر. أنا واحدة من الناس تعجبني، الناس الكل تعجبهم الأكلة هذه في تونس. أكلة خفيفة كما قلت لكم وتطيب ليه وبنينة على الآخر معناها. وأنا اليوم عملتها والله شهيتها شهوة، خاطر أنا ديجا عندي المرقاز وقلت بوغوا با ناكل أنا وبنتي، بما أنه راجلي يخدم فما حد كان أنا وبنتي الكبيرة ناكلو. بنتي صغيرة عندها حساسية ما تاكلش العظام، عملت لها ساندويتش بالجبن. وانا قلت بما اني كان انا وبنتي سي بون نعملوها، خاطر العجه بصراحه عائله كبيره معناها ما تسدش العجه، تحب لك طيب برشا مرات يعني. اما العائله صغيره ينجم واحد يعملها فطور والا عشاء. باش نعاود للي مش من تونس يتفرج فيا، نعملوا الزيت يسخن. كي يسخن نزيد نصب عليه البصل مقصوص جويد جويد. بعد كي البصل معناها يتشحر يولي لونه عاتي على الاصفر، نعملوا طماطم كعب، والا اللي عايش هنا في الاوروب يبيعوا طماطم حكه. هي حكه ما لكن الكعب في وسطها كعب مقصوص جويد جويد، نستعملوا هذيك. ونعملوا شويه هريسه من بعد الطماطم. بعد نعملوا شويه ملح، ما كثروش برشا خاطر هي الكونتيتي شويه يعني، ما نعملوش برشا ملح. اللي مش من اي بلد عربي مش من تونس وما يعرفش المرقاز راهو يشبه كيما عند المصارى سجق، والا عند الاتراك زاد يسموه سجق، يعني السجق يعوض المرقاز. بالنسبه لي مش من تونس وعايش مثلا في اوروبا ولا حتى في البلدان العربيه الاخرى عندهم بيان سير سجق، يعني تنجموا تعوض السجق بالمرقاز. اخر حاجه نعملوها هي كعبات العظم البيض يعني بالعربيه الفصحى. بالنسبه لزوز من الناس يعني كعبتين عظم ولا 4 كعبات يعني ماكسيموم، وما نحركوش العظم من المستحسن يعني ما نحركوش العظم برشا. جيست معناها يطيب كعبات العظم يطيبوا ونخلوهم شويه نيين. العجه انا تعجبني كي يبدا يعني العظم مش طايب على الاخر، يعني شويه نيين مش برشا، ونطفوا على الغاز. وهذه هي العجة بالمرقاز، يعني مشهورة معناها على الآخر مشهورة في تونس.
وماذا بيا يعني الدول المجاورة الأخرى إذا كان حد يتفرج عليا من الدول العربية ولا الدول الإسلامية الأخرى يجربها، راهي أكلة بسيطة على الآخر، نعرف لي هي بسيطة وسهلة، مكوناتها يعني موجودة في كل دار. وبالنسبة كما قلت لكم المرقاز نجموا تعوضوه بالسجق ولا بالسلامي، و يعني ماهيش حتى بالجديد، يعني احنا عندنا زاد الجديد في تونس. بالنسبة للدول العربية اللي يعرفوا الجديد معنا تجي حتى العجة بالجديد، يعني يعوض المرقاز، وتجي عجة زادة ما فيها حد شيء، يعني لا مرقاز ولا جديد ولا سجق ولا حد شيء، يعني تجي من غير حاجة. هذه العجة متاعنا حضرت فطورنا اليوم، هاكا زينتها بشوية زيتون وزينتها بشوية زاورة جوركا يقولوا لها هنا في ألمانيا، يعني خيار حامض. نجموا تزينوها زادة بشوية معدنوس، معناها زينة باللي معناها تحبوا انتم، شوية معدنوس شوية زيتون، جربوها وصحة بالشفاء. وتوا باش نخرجكم معايا لشتوتغارت، نحب نعملكم دورة في شتوتغارت. كل مرة نقول باش نعمل فيديو على شتوتغارت سنتر معناها متاعها شارع التسوق اللي هو مشهور برشا كونيغشتراسه. وما عملتش تلا هذه، قلت سي بون مادام الفطورة خفايف دونك يسدني الوقت باش نمشي لشتوتغارت، نعملوا دورة مع بعضنا نوري لكم شتوتغارت تتعرفوا عليها. وبناتي عندهم يحبوا ياخذوا شوية حاجات، وانا نحب نقضي شوية. شوف كان بدو يبيعوا ديكوراسيون متاع رمضان، انا عم نول كنت شريت شوية ديكوراسيون لرمضان، وسنا قلت كان لقيت نشري على بكري شوية، خاطر عم نول شريت اخر وقت، يعني ما لقيتش برشا حاجات. الناس ديما تشري قبل بشهر وشهرين ولو. وبصراحة أنا أول ما جيت لألمانيا ما كانتش الحاجات هذه بالكل في ألمانيا، ما كانوش يبيعوا بتاع ديكوراسيون معناها ولا حاجات تخص رمضان يعني. أما مني كثروا خوتنا سوريين، جو برشا سوريين ألمانيا، بدو يبيعونا برشا حاجات يعني بتاع رمضان، وبدت برشا حاجات يعني بتاع العرب موجودة. حتى الرستورانات معناها قبل ما كانتش برشا رستورانات عرب صراحة، كنا نمشوا عند الأتراك وإلا طلاين، أنا واحدة من الناس أنا وراجلي ديما يا طلاين يا أتراك، يعني الرستورانات الموجودة. توا بدو برشا رستورانات عرب سوريين يعني بالذات، خاصة يعني السوريين يحلوا برشا، وديجا بدو يكتبوا حتى بالعربي. شوفوا لهنا مثلا مولا الرستوران كاتب ساندويتش شاورما، معناها تبهت، يعني واحد يبهت كي يلقى حاجة كتيبة بالعربي مكتوبة. هذه كل حاجات عندها يعني 6 سنين التالي هكاك بدت الظاهرة هذه، وانا نشوفها حاجة باهية بصراحة، يعني باهي التنوع. يعني كنا قبل عندنا كان رستورانات اتراك تلاين، اما توا ولات ياسر معنا برشا رستورانات متاع سوريين، ونشوفها حاجة باهية. أنا التنوع باهي، معناها واحد ياكل مرة عند ماكلة سورية، مرة ماكلة تركية، مرة زاد يمشي عند تلاين زاد بصراحة رستوراناتهم باهية زاد تعجبني. عندهم الباستا يعني محلاه النودل يقولوا هنا في ألمانيا، يعني أنواع الباستا بصراحة طيارة عند تلاين. عندهم زاد البيتزا يبدعوا فيها بالكدا. الماكلة عند الأتراك زاد كيف حطوا برشا حاجات باهية. السوريين زاد عندهم برشا حاجات محلاها وباهي التنوع، وانا نتمنى يعني يجي يوم ما، علاش لا يبدو عندنا رستورانات مثلا توانسة. للاسف البلاصه اللي سكن فيها انا ولا المقاطعه وان جنرال بادن فورتربرغ ما سمعتش بصراحه فما رستوران تونسي يعني في بادن فورتربرغ. السي يكون فما يمكن، ما انا ما سمعتش، خاصه هنا في شتوتغارت يعني في العاصمه متاع بادن فورتربرغ ما فماش بالكل. السي في بعض الارياف ولا حاجه يمكن ما سمعتش. اما في برلين سمعت اللي فما رستوران تونسي. ديجا برلين خاطر فيها نسبة توانسة أكثر من البلاصة هذه، أكثر من المقاطعة اللي أنا نسكن فيها. إن شاء الله علاش لا يوما ما يحلونا رستوران، خاطر والله واحد يشهى ساعات يتعدى، يشهى يعني فيم كسكسي، يشهى كعبة بريك، برشا حاجات عندنا احنا توانسة. والله الأكلات متاعنا بصراحة مش خاطرني من تونس، عندنا برشا ماكلة محلاها. ماكلتنا احنا في تونس اون جينيرال 99%، باش ما نقولكمش يعني أكلتنا كلها، يعني أكلتنا كلها بنينة. أما المشكلة عندنا توانسة مناش
معناها ماكلتنا ماهيش مشهورة، يعني ما يعرفوهاش العباد، مجهولة، يعني ما يعرفوهاش حتى خوتنا العرب، يعني البلدان المجاورة ما يعرفوهاش. يمكن الجزيرية المغاربة شوية يعرفوها، ولا الليبية شوي، سينو يعني المسارة والأردنيين والشرق والجنرال ما يعرفوش الماكلة التونسية. وانا ناكد لهم يعني لو كان يحصلوا ويذوقوا الماكله التونسيه تعجبهم على الاخر. ماكلتنا باهيه باهيه على الاخر حتى احنا التوانسه. وانا يعجبني كما قلت لكم التنوع، دو طون زون طون واحد يقلق شويه ماكله تونسيه يمشي ياكل حاجه سوريه، ولا يمشي ياكل عند الاتراك، ولا باهي التنوع يعني. اما اكلاتنا زاد احنا توانسه عندنا ما نقولوا في رواحنا، راهو ماكلات بنينه وباهيه وصحيه. لكن للاسف يعني ماهيش مشهوره. المهم هذايا هو سنتر شتوتغارت، هاكم تشوفوا معايا. انا جيت في وقت يعني قايله ما فماش برشا عباد الوقت هذاك، وانا بالعاني يعني اصريت نجي في الوقت هذاك باش نجم نصور لكم. سينو شفتوا الشارع هذايا كي يبدا بعد وقت الفطور يبدا معبي بالعباد، وسيرتو نهار السبت، جمعة العشية ونهار السبت كامل، يعني ما تنجمش تصور فيه. وانا ما جيتش لا نهار الجمعة لا نهار السبت، خاطر سينو ما تنجم تصور حتى شيء. ولهنا خرجت بكم من الشارع الرئيسي اللي هو شارع التسوق، اسمه الكونيغ شتراسة، معروف في شتوتغارت. ذكرت البلاصة هذه. أنا قبل ديما نجيب كنت نسكن في شتوتغارت نجيب بنتي ونخليها تلعب مع البط. هي بحيرة اصطناعية محلاها، وبحذاها مجلس النواب، ومعناها بلاصة ما يكتروش فيها برشا عباد. جيت مثلا ساعات تلقى شكون يقرا كتاب، خاطر بلاصة هادية على الاخر. عاملين فيها كازون، عاملين فيها شجر معناها برشا. في الصيف تتعبى بالعباد، معناها في الصيف بصراحة يكثروا فيها العباد، كلهم يقعدوا تحت الشجر في القايلة، واللي يقرا كتاب واللي ياكل واللي يلعب معناها في الصيف تبدا فيها برشا عباد. سينو في الشتاء ما فيها حد، خاطر باردة تبدا على الاخر. وانا حبيت نجيبكم لهنا، ذكرتها قلت خلينا نمشي حتى انا عندي برشا ما شفتهاش البلاصه هذه، وجبتكم لهنا زاد باش نهزكم. هي البلاصه هذه مش بعيده على وين كنت نسكن انا قبل في شتوتغارت. باش نهزكم فما كانترا معلقه في فوق الكياس اللي يهز اللي خرج معناها من شتوتغارت واللي دخل شتوتغارت. هذاك الكياس كنت انا قبل يعني نمشي منه من داري للسنتر نتاع كونيغ شتراسة نتاع شتوتغارت. حبيت جيت نوري لكم بريسك يعني الجهه وين كنت نسكن انا قبل. عدت على السنتر، حبيت نوري لكم وين كنت نسكن انا قبل في شتوتغارت، اصريت يعني. هذه كانترا، شفتوا كياس لوطة، كانترا معلقة بين كياس هذايا. شو نمشوا عليها تتحرك. هذا الكياس اللي يهز الوسط البلاد، هذيك وسط البلاد، هذيك المحطة الكبيرة نتاع الترام. شفتوا الشيرة هاكي، الشيرة هاكي وكنت نسكن. هذه هنا ليسيه، الشيرة هذيك وين الجبل هذاك فما تونيل، معرفش كان يبان من هنا. شفتوا فما زوز تونيل، واحد يدخل واحد يخرج. هذاك غادي نتعدى منه ونسكن في البلاصة هذيك شفتوها الفوق، غادي انا نسكن. يا حسرة. هذا الكياس اللي يهز وسط البلاد ويخرج من شتوتغارت سنتر يعني. وانا كنت نسكن غادي يعني نجم نجي على حتى على ساقية انا وسط البلاد. اوكي جبتكم لهنا جيت باش نوريلكم وين كنت نسكن. توا نرجعوا لوسط البلاد. هذه لهنا جنينة كبيرة جردة عاملينها خضرة، عاملين فيها زي بحيرة اللي صورتها بكري، بحيرة ماء اصطناعية فيها برشا بط برشا حمام. كانت بنتي صغيرة ديما نهبط انا وياها لهنا تلعب شوية مع البط، تبدا توكل فيه. لكن نسكن هنا قريبة لشتوتغارت
قريبة للسونتر، مش قريبة لشتوتغارت. أنا في شتوتغارت نسقسو البط. كل يوم نهبطها تبدأ تلعب هي وحدها، ما عندهاش لا أخت لا أخو. نبدأ نهبطها تلعب مع البط، تبدأ توكل فيه وتلعب معاه، تجري وراه شيخة عليه. شو برشا بط. ياكلوا جعانين. هذا كان بكري وقت صورت مغادي. هذه هي شتوتغارت، هذه تو وين نصور انا تو من تالي وين الشارع الرئيسي، يعني موازي للشارع الرئيسي متاع التسوق. وتو باش ندخلوا نعاود نرجع بكم وسط السونتر معناها. المغازي هذه تبيعك الزرابي متاع الأتراك التقليديين. هذه في الحصان. إلى هنا صبت علينا المطر. وقت خرجنا من الدار بصراحة الطقس محلاه صافي، وحتى توا اللي كتصب المطر فما يعني الشمس تحسها زرقاء شوية الشمس، يعني مش مغيمة على الآخر، يعني ما يتصورش واحد المطر باش تصب. أنا سبحان الله حاجة ربي صبت المطر. احنا كي تصب المطر ندخلوا البوتيكات للداخل، كيف نخرجوا لبرا. أما سيبون صبت يعني شوية بركة وكذا. أولي عام في ألمانيا الأستاذ جابنا لهنا، حكي لنا على الهاوس هذا. يا هاوس ده موزيك ورا كان تبع شلاص.
هذا أسد القطة. يا أسد. يا خلينا في الكتب. صحيت. شنو أوتو سيارة دي صحيتي. حاولت باش نوري لكم الماكسيموم يعني شتوتغارت اون جينيرال. اللي ما يعرفش شتوتغارت ولا عمره ما جاء، حاولت يعني كل شيء من كل حاجه نوري شوي شوي شوي. وريت لكم الشارع الرئيسي اللي هو الكونيغشتراسه، شارع التسوق فيه بوتيكات يعني منه هو شارع طويل طويل على الاخر، يعني مستحيل باش واحد يصور الكل. صورت منها شويه، وصورت شويه اثار القصور، وصورت شويه كنافورات لوسط البلاد. حاولت حصير اما صورت يعني من كل حاجه شوي شوي. هذا هو بريسك شتوتغارت. هذه هي شتوتغارت اون جينيرال. ان شاء الله تكون عجبتكم. انا تعجبني برشا بصراحه شتوتغارت، ونحن لها ديما، يعني نحب نمشي لها خاطر كنت قبل نسكن فيها. وتوا باش نركزوا على القضيه باش نشري كما قلت لكم قضيه رمضان، معناها مش قضيه ماكله، قضيه يعني حاجات بتاع ديكوراسيون. اما قبل كل هذا بنتيجه وانا جعت بصراحه. دخلنا للسونتر كوميرسيال كبير في شتوتغارت معروف. حبينا ناكلوا، بعد ما ناكلوا ننشطوا شويه نمشوا نقضوا قضيتنا ان شاء الله. شوفوا محلاها هذه هنا، معناها جايبينها جديده، حلوه من لاكريتس بصراحه. طياره محلاها. لاكريتس هذا معروف نورمالمون في الدول العربيه، ولا حاجه يعني نادره، عاش موجود برشا يعني في الارض. هذا الحلو متاع الاتراك والمعجنات بتاع الاتراك معروفين. جست حبيت نوري لكم يعني الحلو متاع الاتراك. معروف الحلو الاتراك عندهم انواع برشا بتاع حلو، انواع برشا بتاع جاتوات. عندهم بصراحه برشا حاجات متنوعه. وبنتي تحب اللوغوم بتاع الاتراك، خذت لوغوم اللي احنا في تونس يسموه الحلقوم، هم يسموه لوغوم. بنتي الصغيرة تعشق حاجة اسمها لوغوم تاع الاتراك، تموت عليه. خذيت لها لوغوم، سكت فيها شوية، حتى لين سكت فيها شوية معناها على الجوع، ترجعوا بالكدا. ومن بعد نشدوا الصف، خاطر هنا الوقت هذا كثروا برشا عباد بصراحة الوقت هذا، ولا صف يعني على الماكلة. حتى التصوير مش نصور على راحتي. شفتوا محلاها هذه فكرة بتاع اتراك تهزها في مناسبات يعني الخطوبة، حاجات كيما هيك. عندهم برشا حاجات الاتراك بصراحة روعة. هذه لهنا الفواكه الجافة، عجبتني، حبيت نصورها كيفاش منظمينها كيفاش محلاها. الفواكه الجافة عندهم يعني الفواكه الجافة كيما نقولوا الاكاجو والبيستاش والحاجات هذوك والحمص. وعندهم الفواكه الجافة يعني الفاكهة يعني الغلة، يعملوها شايحة. انواع الغله الكل، البرتقال، التفاح، الاناناس، الانواع الغله اللي تعرفوها الكل صراحه محلاها. العوينه برشا حاجات، ويعملوا لك حلوه يعني طبيعيه. هذه نتاع لاكريتس جايه نتاع الاتراك. ما فماش برشا مره انا ما نمشيش معنا الاتراك وما ناخذش حاجه من عنده بصراحه. هذه هنا الحلو بتاع الالمان. هنا فما بيكراي اللي هي المخبزه بالعربيه فصحى بتاع الالمان. هذاك البنان مغلف بالشوكولاته، انواع الكاتوات. حتى الالمان عندهم انواع كاتوات بصراحه مزيانه ومحلاه. وهنا الساندويتشات، انا في بالي حبيت ناخذ ساندويتش من هنا خاطر البلاصه هذه
مفيهاش برشا عباد. من بعد بدلت راي مشينا ريستوران وكلينا في ريستوران ألماني زادا. وبعد ما كملنا الماكلة وشبعنا، انا يعني حبيت نقضي قضية شوية ديكوراسيون كما قلت لكم لرمضان، وشوية معون كده نلقى حاجة يعني مش رزينة برشا. انا حبيت ناخذ صحافي بصراحة. انا عندي صحافي يعني متاع كريمة، صحافي صغار اما فخار. حبيت نشوف نلقاش صحافي باللاراني. وهذا لهنا شوفوا يعني المعون برشا انواع متاع معون. عجبتني الصحفة هذه، محلاها مزيانة. المشكلة المعون رزين، يلزم واحد كي باش ياخذ المعون يلزم يجي في الكرهبة. وانا جيت انا وبناتي كهو في المترو، انا ما نجمش ناخذ برشا معون. هذوما صحافي قبل كي كنت صبية في دراجي كان عندنا صحافي النقشة متاعهم تشبه لهم على الاخر. الشكل مش كيف ما النقشة هي معروفة. قبل كانوا برشا عائلات يعني عندهم منهم صحافي هذوما في تونس. يا اخي انا كي شفتهم عجبوني على الاخر وشريت منهم 8 صحافي. قلت باهي نلقاهم ويذكروني بالماضي محلاهم. النقشة متاعهم شفتوا يطوروا ويرجعوا برشا حاجات يعني متاع قبل. برشا حاجات في المعون فقط بها يعني هي كانت قبل موجودة
وتوا معنا يرجعوا يعملوا منها من جديد. ولهنا دخلتهم باش نشري لهم سبدريات. بوتيك هذه معروفة برشا، سبدرياتها محلاهم. وبنتي مرام ما تنجمش تقاوم الموسيقى كي تعجبها، يعني الموسيقى تنط تشطح، يعني حتى قدام العباد تشطح ما يمهاش. سبحان الله مغرومة بالشطيح، هذاك غرامها يعني شطيح. خليتها تشطح في راحتها، ومن بعد خذيت لهم زوز سبدريات محلاهم، سبدريات لهنا وزيد عاملين يعني منقصين في الاسوام شويه بصراحه، وعجبوني. انا قبل شفت منهم السبدريات هذوما النوعيه هذه كما نشوفوا فيها الضو، اما مش في هذايا الابيض. خذت منها بنتي الكبيره، وبنتي خذيت لها واحد في البينك في الروز، يعني يشبه هذاك. ما صورتهاش بصراحه بتاع مرام، نسيت ما صورتهاش. ومعناها قبل كانوا غاليين على الاخر، وتوكي شفت الاسوام يعني عجبوني، خديت لهم زوز سبدريات. شوفوا محلاهم لهنا، حتى الاسوام يعني سبدريات محلاهم، والاسوام زاده بصراحه باهيه. معناها ما كانوا غاليين بالكدا. ولهنا وصلنا للدار باش نوري لكم شنو شريت لي انا. الصغار شريت لهم شويه حوايج وسبدريات، وانا شريت صحافي هذوما اللي قلت لكم يعني النقشه نتاعهم تشبه شويه لصحافي كانوا قبل في دار اهلي وقت كنت انا صغيره. النقشه طول ذكرتني بالصحافي اللي نعرفهم قبل في طفولتي معنا في دارنا، وعجبوني هما الصحافي بصراحه مزيانين، نشوفهم حاجه محلاها. وانا كما قلت لكم ما عنديش زاد صحافي باللار، الصحافي اللي عندي كلهم تاع الكريمه فخار. سنا قلت خلي نساش نشري شويه صحافي باللار. سينو ما عنديش انا العاده اني نشري معون بصراحه كل رمضان، خاطر هنا الدنيا ضيقه. كان جيت في تونس نجم نشري، اما لهنا ضيقه الدنيا بصراحه، مع واحد ما عندهاش وين يدس. هذه زاده براد عجبني، انا عندي يعني برادات اخرين لكن هذا عجبني محلاه، حسيته سامبل ومزيان محلاه. وبصراحه السوم نتاعه يعني مش غالي، مرفق. ما ترددتش يعني شريته محلاه. وهذه شفتها نعم نول في الانترنت وما خديتهاش، ديكوراسيون تاع رمضان. سيبون قلت كي شفتها في المغازة قلت خلينا نشريها. شوفوا محلاها هلال في وسط نجمة، وتعمل هكا ضوء مزيانة محلاها. نصورها في الليل يعني الضوء هذاك يولي يعطي المنظر اكثر في الظلام يعني. كل عام واحد يشري شوية حاجات متاع ديكوراسيون حتى يلم برشا معناها ديكوراسيون للدار. وهذه زادة متاع ديكوراسيون ما فيهاش يعني بيلات تشعل نجم تعمل فيها يعني شمعتين، ومزيانة حتى عجبتني كديكوراسيون معناها لرمضان. شفتها حتى هي ولا شفت منها في الانترنت عم نول، وما يعني سيبون قلت شريت برشا عم نول، خلي لي ما نشريش السنة نشريه العام اللي بعد العام الجاي معناها.
هذه ناب زاده متاع طاولة محلاها عجبني، قلت نفرشوه في رمضان. وهذه كتاب بنتي شدت فيه صيح وانا عجبتني الفكرة اني نشريهولها بصراحة، قلت باهي معناها كل نهار في رمضان تلون تصويرة، فيه 32 تصويرة حاسبين حتى عيد الفطر معناها نهار العيد وثاني يوم عيد. محلاها بصراحة، الصغير ترسخ في مخها يعني رمضان ويولي يحبك أجواء رمضان، يولي صغير يستنى في رمضان وقتاش باش يجي رمضان. تعجبني الفكرة. سي احنا قبل ما كناش يعني شفنا الحاجات هذوما، خاطر احنا أجواء رمضان يعني في كل بلاصة، في الدار البرة في الشارع عند الجيران في السوق تمشي الأسواق، يعني تحس أجواء رمضان. هنا في ألمانيا بصراحة تخرج من الدار ما تحسش برمضان، يعني نهارات عاديين كيما نهارات الكل يعني. وفي الدار اذا كان ما نعملوش ديكوراسيون، ما نعملوش احنا جو رمضان يعني وماكلة رمضان ونصنف وكل شيء، ما الصغير ما يحسش يعني برمضان ولا قيمة رمضان، ويولي معناه ما يشتاقش لرمضان. اما كي نعملوا هكايا الحاجات هذوما بصراحة يولي الصغير يترسخ في مخه رمضان واجواء رمضان، يولي يحب يعني رمضان. هذه اخر تصويرها هكا عيد مبارك، ولا قبل الاخر هذيك، وهذه العيد عيد الفطر معناها نهار العيد تلونها. بصراحة نشوفها فكرة طيارة محلاها، عجبتني على الاخر. وتوا نقول لكم بالسلامة، ان شاء الله الفيديو ما كانش طويل عليكم برشا، وان شاء الله رمضانكم مبروك بالسلامة.